وكاين واحد القنبله شنو هي؟ هو المشروع الملكي ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه. واش كتعرفوا بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبله. انا بعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين؟ واش عارفين شنو واقع؟ الحكومه جمعت بعضياتها قرروا هما بناء على معايير عندهم، كاين معايير اللي هي جديه وكاين معايير اللي هي وهميه، انهم كل واحد يديروه في واحد الفئه. هذا ردوه فلاح، هذا ردوه صنايعي، هذا ردوه مهنه حره، والسيد كيموت بالجوع ما خدام حتى حاجه. غير يقول لك انا غادي نخلص 154 درهم، ما عنديش ما ناكل. قال لك اسيدي خصني نخلص 154 درهم في الشهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مكتب الوطني للماء والكهرباء. كاين هناك حديث أن عيبيع كل شيء، عيولي 10% اللي كتبقى للمغرب، أما البقية 90% كاملة تباعت. يعني الشعب المغربي عيولي كيشري الماء ديال الله سبحانه وتعالى في السدود عامرة الخيرات، عيبقى يشريها من ثمن، والضوء كذلك. يعني عزت الفاتورة وعزت المعاناة أكثر. دابا هناك حديث أن أمانديس وليديك وريدال أنها سالت العقود ديالها عاد تمشي بحالها وعيتوجهوا شركات آخرين، عيبيعوا شركات آخرين. هذا هو الحديث ديال الساعة. شاهدوا هذا الفيديو وعاد تعرفوا كل شيء، والله المستعان وصافي. الله يدير الشتاء ديال الخير. انتقال خدمات ليداك إلى الشركة الجهوية. فوش هذه الخطوة هي بداية لرفع الدعم عن الماء والكهرباء، أيضا إزالة لافتات ليدك من الدار البيضاء. شركة الماء والضوء ليدك انتهى عملها في الدار البيضاء. انطلق اليوم بجهة الدار البيضاء سطات عمل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لتدبير قطاع الماء والكهرباء. ما وراء هذا الخبر هو أنه غادي تولي شركات جهوية للماء والكهرباء، مما يعني أن أمانديس في الشمال أو ريدال في الرباط أو كيف ما شفنا ليديك في الدار البيضاء، كل هذه الشركات الفرنسية انتهى وجودها في المغرب. هذا كان خبر جيد، لكن البديل هو المشكل. القوانين اللي دارت بها هذه الشركات الجديدة هي المصيبة الكبرى اللي ربما غادي تجيب بديل أسوأ من هذه الشركات الفرنسية، والضحية دائما هو المواطن اللي غادي يخلص فواتير ضوء وماء كبيرة. فإليكم سر هذا التحول والقوانين المنظمة لهذه الشركات الجديدة، ولماذا انتقلنا من التفاؤل إلى السخط بسبب هذه القوانين. خبر بدأ مفرحا في البداية. 2021 خرج واحد القرار من وزاره الداخليه، ان وزاره الداخليه قررت بان هذا المجال نتاع المياه والكهرباء غادي يكونوا شركات مغربيه، شركات متعدده الاختصاصات جهويه اللي غتقل بالماء والكهرباء. بما ان شركه ليديك ما قدراتش تجدد العقد ديالها، قررت بانها تخرج من البورصه ديال الدار البيضاء. شطب عدد من الشركات الفرنسيه في البورصه قبل أن يتحول إلى كابوس. ان الماء ما غيبقاش ديالنا والضوء حتى هو ما غيبقاش ديالنا. حيت ملي خرج هذا المشروع راه جات مجموعه النقاشات كنقول بان هذا يعني مقترح قانون ديال الحكومه من اجل الحد من التدخل ديال الشركات الفرنسيه في القطاع. غادي ندخلوا شويه في السياسه، يعني هذيك الهضره ديال باش الفرنسيين ما مناش. لا ما مناش. بينما ونحن منشغلون بالغلاء تم تمرير قرار يقضي ببيع قطاع الماء والكهرباء، أو ما يسمى بتسليع الماء والكهرباء أكثر مما هو عليه اليوم. الماء غادي يولي سلعه. هو ان البنك الدولي يدفع المغرب يرفع من الثمن ديال الماء. سيسلع الماء واصبح انا واحد المستهلك ديال الماده غاليه. وراكم تتشوفوا ملي تحرر المحروقات اليوم شحال باش ولينا كناكلوا مطيشه وشحال باش كناكلوا البصله. اذا اثمنه ضربه للنيف، اذا الا زدنا الماء على المواطن حتى هو ضربه للنيف، هذا المواطن خاصو يهاجر. أي أن الفواتير القادمة ستدمر جيوبكم. خبر يمر بشكل سلس بشويش، لكننا انتبهنا له، وبعد أن بحثنا فيه وجدنا أنه قد يتحول لمصيبة كبرى تنتظرنا. فالمؤشرات لا تبشر بالخير. الأمر يتعلق بكذب وخداع من طرف حكومتنا الحبيبة. ففي وقت سابق قامت دولتنا بتدمير مؤسسة عمومية تسمى بالمكتب الوطني للماء والكهرباء. كيف قامت دولتنا بذلك؟ لأن مؤسسات الدولة ما كتخلصش الماء والضوء للمكتب. اليوم المكتب تيتسال 20 مليار، ولكن القطاع ديال الكهرباء تيتسال مليار ديال الدرهم، 100 مليار ديال السنتيم. ما عطاتوش ديك الفلوس اللي خصها تعطي له، كفارضه عليه يبيع بالخساره، اذا باغي يعلى الافلاس ديالو. تخيل الفقيه اللي نتسناو بركته
الحكومة أو الدولة ما تخلص الماء والضوء للمكتب، وتسببت في إضعاف مؤسسة عمومية اسمها المكتب الوطني للماء والكهرباء. والحل اليوم ليس هو أداء ما على الدولة من أموال للمكتب لكي ينهض من جديد ويخدم المواطن دون أن يبيع له الكهرباء بأسعار مرتفعة، لا، الحل كان هو بيع هذا المكتب وتسليع الماء والكهرباء والربح من هذا القطاع أكثر من اليوم عبر حل بجيوب المواطنين. والدليل أن الدولة لها سوابق مماثلة وكان الحل من جيب المواطن. مثلا صناديق التقاعد المفلسة قريبا، بسبب ماذا؟ إنها الدولة لم تؤدي واجباتها لصناديق التقاعد. إليكم الدليل لكي لا يقال أننا نتكلم وحسب. نبهنا الحكومة بأن آنذاك بأن الدولة كمشغل لم تؤدي الاشتراكات ديالها منذ عام 1960 فما طيقوش، فاعطيناهم مهلة ديال أسبوع. من بعد جاء رئيس الحكومة والحكومة ديالو واعترفوا بذنبهم بأن الحكومة كمشغل ما أدت شيء اشتراكات منذ عام 1960، وقدر آنذاك ما بذمة الدولة ب 11 مليار ديال الدرهم. إذن الدولة تسببت في إضعاف صناديق التقاعد، والحل كان هو رفع سن التقاعد ل 63 سنة وسيرفع مستقبلا ل 65 سنة. إمكانية تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص. وكما شاهدنا الحل في النهاية كان من عمر وجيب المواطن، عوض أن تصلح الدولة ما أفسدت وتؤدي ما عليها من أموال سرقت من صناديق تقاعد المغاربة. فعلاش هذه الدولة والحكومة التي لا تؤدي ما عليها ولا تحترم القانون وتتسبب في إضعاف وانهيار مؤسسات عمومية تطلب من المواطن أن يحترم القانون ويؤدي ما عليها؟ هل هذه الحكومة أو الدولة تقدم نموذج سيء للمواطن وتشجعه على مخالفة القانون؟ خبر بيع الماء والكهرباء بدأ وكأنه خبر مفرح. لا، شاركتم معنا في مقلب. في البداية كذبت الحكومة على الشعب وقالت لنا أنها ستطرد الشركات الحالية لتعوضها بشركات تابعة للدولة لا تهدف للربح، يعني تخلص غير التكلفة بلا ما تزيد عليك الأرباح لتخفيض ثمن الكهرباء والماء وتحسين الخدمات. لكن بعد مدة بدأت تظهر الحقيقة مع خروج أولى القوانين المؤطرة لهذا القرار. اتضح أن الدولة ستمتلك فقط من هذه الشركات 10% وانخفضت النسبة بشكل كبير، مما يعني خوصصة القطاع. كيتعهدوا بأن هذه الشركات غادي يكونوا شركات عمومية وبأن رأس المال العام ديال هذه الشركات غادي يكون تابع للدولة. سربوا آنذاك واحد المشروع مسودات مشروع قانون تيقولوا بأنه الأسهم ديال الدولة غتكون 70%. قالوا لكم بأنها تكون شركات عمومية وأن المساهمة ديال الدولة فيها توصل 70%. الآن اش كيقول هذا؟ اليوم تنهضروا على 10%. 10% فقط 80% الخواص. 90 عفوا 90%. يعني غادي للخوصصة. ماشي غادي للخوصصة، الخوصصة بعينيها ورجليها. أي إخراج الشركات القليلة وإدخال شركات كثيرة تهدف للربح. اللي مول الشكارة يدخل ويشري ويبيع للمواطنين آنذاك الماء بالثمن اللي خاصو يستهدف فيه الربح. الحل لن تؤدي الدولة ما عليها من أموال لهذا المكتب، لكن الحل للتخلص من هذه الإكراهات سيكون على حساب جيب المواطن وبيعه لأصحاب شكاير جداد. ربح من بيع الكهرباء والماء، يعني بحال غادي تقول أن الدولة خرجت الديب ودخلت الضباع. واتضح أن الأمر له علاقة بتعليمات البنك الدولي الذي أمر المغرب برفع الدعم عن الماء والكهرباء. كاين في اسبريس هو أن البنك الدولي يدفع المغرب باش يحيد الدعم على البوطه ويرفع من الثمن ديال الماء. كنا نظن أنه بعد سنوات من الاحتجاج على هذه الشركات الفرنسية كما حدث مع أمانديس في شمال المغرب، ظننا أن الحكومة قررت أن تستجيب لنا، لكن خاب أملنا، إنها تهدف لحلب جيوبنا. المشكلة اليوم هو أن المكتب الوطني للماء والكهرباء ما يزال يوزع في عدة مناطق في المغرب في مدن صغيرة وخصوصا العالم القروي، حيث تبيع هذه المؤسسة العمومية الكهرباء والماء بثمن رخيص أو مجانا في بعض القرى. أما بعد هذا القرار وإبعاد المكتب عن التوزيع بشكل تام، فهل ستقوم شركات خواص تهدف للربح بهذه الخدمة دون تحقيق أي ربح؟ طبعا مستحيل. والخطير في المسألة وهو واش غادي شركة بغات الربح غادي تدخل لك في العالم القروي، ما تدخل، مما يعني رفع الأسعار، مما يعني أيضا أن القادم أسوأ. والخلاصة هو أنه ستكون هناك شركات كثيرة، خدمات سيئة، أسعار مرتفعة. هذا ما تقوله لنا المؤشرات الأولية، والزمن بيننا
وسبق ورأينا ما قامت به الدولة في قضية صناديق التقاعد، وكما شاهدنا مؤخرا وكيف تحول مشروع التغطية الصحية إلى كابوس أو قنبلة كما سماه الدكتور معتوق. وكاين واحد القنبلة القنبلة شنو هي؟ هو المشروع الملكي ديال تعميم الحماية الاجتماعية. واش كتعرفوا بان هذا الحلم غادي نعيشوه غير واحد الشهور وغادي نفيقوا غادي نلقاو راسنا قدام واحد القنبلة. انا بعت هذا الحلم هذا، عرفتي شحال بعت فيه للمواطنين؟ واش عارفين شنو واقع؟ الحكومه جمعت بعضياتها قرروا هما بناء على معايير عندهم، كاين معايير اللي هي جديه وكاين معايير اللي هي وهميه، انهم كل واحد يديروه في واحد الفئه، هذا ردوه فلاح، هذا ردوه صنايعي، هذا ردوه مهنه حره، والسيد كيموت بالجوع ما خدام حتى حاجه، غير يقول لك انا غادي نخلص 154 درهم ما عنديش ما ناكل، قال لك اسيدي خصني نخلص 154 درهم في الشهر. يعني أن الحكومة تجعل من يدعم أي مشروع لها يندم لأنها تبيع شعار جيد، لكن في الواقع يكون عبارة عن مصيبة. لماذا؟ لأن كل هذه الإجراءات سواء السجلات الاجتماعية أو الدعم أو هذه الشركات الجهوية الخاصة بالماء والكهرباء أو تعويم العملة أو التغطية الصحية وكل قرارات الدولة مؤخرا، من هو متابع يعرف أنها إجراءات مصدرها الوحيد هو البنك الدولي الذي غرق المغرب في ديونه. والهدف من هذه القرارات ليس هو أن تتهلا الدولة في المواطن، بل بالعكس تقليل الإنفاق والتقشف ورفع الدعم وتحرير العملة وخوصصة الخدمات، وأن تتوقف الدولة عن الإنفاق على المواطن بشكل تام وتخليه يعوم بحره، باش هذه الحكومة تقدر ترجع الفلوس للبنك باش يوافق يسلفها مجددا. النموذج النموي كيتكلم على جيل جديد من الاصلاحات من اجل الخوصصه ديال التعليم والصحه، وهادشي كله اللي بغينا حنا كمداخيل. الدوله الاجتماعيه اللي جابوها هاد الناس سجل اجتماعي باش يسجلوا الجميع، باش غدا غادي نعطيو واحد الدخل ماشي ديال الكرامه، ديال الفلاس المبين، ديال الناس اللي تحت العتبه ديال الفقر، والاخرين غادي نحيدوا صندوق المقاصه، ما نبقاوش نديروا الدعم. هادشي اللي جاي، هادشي جاينا. والقادم في السنوات القادمه هو رفع سن التقاعد ورفع الدعم بكل انواعه واعدام صندوق المقاصه، وتذكر هذا والزمن بيننا.